انت عندك استعداد تسافري؟ قالت لها هتسافر فين؟ قالت لها المدينه، ده المكان بيندهني. شوفي جه ازاي، سبحانك يا رب مدبر. اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله. واحده من معجزات الصلاه على النبي اللي حصلت لواحده زميلتي اعرفها شخصيا واثق جدا جدا في كلامها. اسمها ميس قطقوطه. خلاص، كانت في وضع سيء جدا جدا جدا، يعني اجتماعيا وماديا ومشاكل مع زوجها، وكانت لا تمل الدعاء ابدا، خصوصا في اوقات تحري، يعني كانت بتتحرى اوقات استجابه الدعاء. مطر، بالليل قبل الفجر، دبر كل صلاه، برضو لا تمل من الدعاء، ليل نهار بتدعي وبتصلي على النبي، وكلها بقى امل، يعني اللي هو صحيح هي في حاله ما يعلم بها الا ربنا، بس كلها امل. كل دعواتها ايه؟ يا رب ازور المدينه واعيش فيها، يا رب ازور المدينه واعيش فيها، وكده بقى زن. في مره كانت نايمه، ففي واحده كلمتها، اتصلت بيها، قالت لها ايوه ميس من، فهي بتسمع كلمه ميس كتير، فيعني اكيد انا يعني، فقالت لها ايوه. قالت لها انت معاكي شركه مش عارف ما بعتيش السي في ليه؟ قلت لها والله انا ما فاكره، وانا اتفقت معاكي يا بنتي ان انا ابعت السي في؟ قالت لها ايوه احنا متفقين يا حبيبتي، يلا بعتي السي في، الناس مستنيه. طبعا انا نايمه على روح اصلا ومش مركزه، فقالت طالما خلاص انا اتفقت معاها هبعت لها، حاضر. فبعتت لها السي في، بتحاول تفتكر اصلا وانا اتفقت معاها امتى، انا ناسيه اصلا الموضوع ده. بعدها بساعتين كده راحت اتصلت بيها، قالت لها هو حضرتك مدرسه انجليزي؟ قالت لها اه. قالت لها هو انت ميس كتكوته؟ مش قطقوطه بقى، صاحبتي دي اسمها قطقوطه. ها، قالت لها هو انت ميس كتكوته؟ قالت لها لا، انا قطقوطه مش كتكوته. قالت لها ايوه بس انا سالتك انت ميس كتكوته، قلتي لي ايوه. قالت لها انا ما اقصدش، انا سمعت كلمه مس واللي اتقال وراها، انا كنت نايمه اساسا ما خدتش بالي، وقلتي لي ابعتي لي السي في فبعتهولك، انا مالي يعني، انت اللي قلتي لي ابعتي. قالت لها على فكره المدرسه اللي انا بعت اسمك فيها بعتوا لي بيقولوا لي مش ده اسم السي في اللي احنا طالبينه، انت قايله لنا على كتكوته مش قطقوطه، انت بعت لنا اسم قطقوطه. كتكوته دي كانت الكواليفيكيشن ساعتها اقل، وانت ايه ده في حاجات مختلفه هنا. قالت لها احنا بعتنا السي في بتاعك انت مكانها يا قطقوطه، بعتنا السي في بتاعك بدل الكتكوته، والمدرسه قالت تمام احنا عايزينك انت. قالت لها انت عندك استعداد تسافري؟ قالت لها هتسافر فين؟ قالت لها المدينه. هي سمعت كلمه المدينه قالت لك بس ده المكان بيندهني. شوفي جه ازاي، سبحانك يا رب مدبر الامر، ولا الاحلام ولا الخيال والله العظيم. واتاري الفرق رقم، فرق الموبايل رقم واحد، ديجيت واحد من الرقم، تخيلوا. يعني بتقول لي على الترتيب الرباني، لو كان مكان يعني كانت هي اللي لو بترتب له مش هيحصل بالشكل ده. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه مشاكل بقى مع جوزها، يعني ما يعلم بها الا ربنا، ما بيسالش على عياله اساسا، ولا بيصرف ولا بيعمل حاجه خالص. فحد يعني نصحها انك مش بس بقى تصلي على النبي، انت صلي على النبي وحوقلي بقى، لا حول ولا قوه الا بالله. وكانت بتقول لي انا بجمعهم مع بعض، اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله، كده طول الوقت. بتقول لي طول الوقت انا بصلي على النبي، بغسل المواعين رايحه جايه بقى، بتقول لي بقى في 1000 2000 انا ما بعدش. وعجبتني الكلمه دي. هي شبه منفصلين، يعني هي وجوزها تقريبا، ومفيش صرف على الولاد، هي طبعا قاعده لوحدها الست هي وعيالها، وطبعا مش قاعدين مع بعض يعني. وما كانش بيسأل على عياله اصلا ولا يعرف عنهم حاجه. لا، ويا حبيبه قلبي يا نور عيني، بنتها بتعيط لها ليل نهار، انا ليه ابويا مش موجود، انا ليه ما عنديش اب زي بقيه الناس. يا حبيبتي امها بتنام كل يوم متقطع قلبها بسبب عياط بنتها، اشمعنى انا ابويا وهي بتموت في ابوها. الله يسامحه ويهديه يا رب العالمين، اللهم اهديه يا رب، اللهم يا رب ابعد عنه الشيطان واهديه يا رب، وخليه يبقى قوام على بيته، اللهم امين. ادعوا لها اللهم امين، هي وكل اللي زيها يا رب العالمين. انا بدعيلكم كلكم اقسم بالله ربنا يصلح احوال البيوت دي ويقومها يا رب على رجليها ويبعد الشيطان عنهم يا رب، ويهدي الرجال ويهدي الستات، اللهم امين. البنت الست يعني قلبها متقطع يا حبيبتي، تبص تلاقي
الفجر حد بيخبط على الباب، تفتح تلاقيه هو، تقول له انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ هي كانت خايفه تفتح اصلا لان قاعده لوحدها. قال لها مفيش، اصل حلمت حلم كده ومش مرتاح ومش عارف ايه، وواضح انه حلم بالبنت او حاجه. دخل، البنت ما صدقتش انها شايفاه، كان الفجر وقتها، راح واخد البنت في حضنه ونام بيها. ومن ساعتها هو بيسأل عليها شويه، يمكن بتقولي مش 100% طبعا، ويعني بس افضل بكتير من الاول، افضل بكتير من الاول. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان مغير الاحوال، يا سبحان مقلب القلوب، يا سبحان وما يعلم جنود ربك الا هو. تخيلوا الجندي هنا مجرد حلم، زي ما سيدنا يوسف طلع من السجن بحلم. ربنا ممكن يعمل اي حاجه تخطر لك على بال او ما تخطرش، تبقي قلب عاصي، قلب قاسي يحننه، تقولي ده ربنا يقدر عليه ازاي؟ يقدر يا بنتي، قلبه في ايد الرحمن، القلوب في ايد الرحمن، والعباد في ايد الرحمن، ومشاكلك في حلها في ايد الرحمن. ملك الملوك يا حبيبتي يقدر يعمل اي حاجه. انت يا ماما اللي بتقعدي تقولي انا محتاجه معجزه، وان اللي ما يقدرش على حالي ده حد خالص، قسما بالله امورك في ايد الرحمن يا بنتي، ما تقلقيش. صلي على النبي يا حبيبه قلبي، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكل ما تغلطي غلطه كبيره صغيره استغفري، وهتلاقي الابواب المقفوله خالص بتتفتح فجاه، وتبقي مستغربه هي فتحت ازاي وامتى. خليكي عندك كل يقين وما تيأسيش، ما تزهقيش. انا بقول لك فضلت ارزع واقع الباب بايدي ورجلي واسناني ودماغي، ويوشك ان يفتح ليكي، ما تقلقيش. هيجي عليكي يوم وهيتفتح لك قسما بالله، ويوم ما هيتفتح على مصراعيه، ومش هتصدقي الفرج والفتح الكبير اللي انت هتبقي فيه، وتقولي يا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، يا ساتر الحمد لله اني خلصت. والله لا يجي اليوم ده يا بنتي، اوعدك قسما برب العزه، قسما بالله لا يجي عليكي يوم طول ما انت ما بتزهقيش، وفضلي كده ورا حالتك دي ليل نهار بتصلي على النبي، ليل نهار ربنا شغلك الشاغل، ليل نهار انت عندك امل ويقين ان مشاكلك دي لا تروح، واللي كل اللي في ايد الخلق ده لا يلين في ايديكي كده، يعني زي الجيلي. والله العظيم الحديد بقى في ايدي زي الجيلي، بقى عباره عن رماد كده، بقى يتفتفت في ايدي. هيتفتفت في ايدك يا بنتي، العاصي بيلين، والقلب الحجر بيلين، والمشاكل بتخلص. مفيش مشاكل بتدوم يا بنتي. وبصي على مشاكلك كلها زمان، بصي على الحاجات اللي قلتي عليها زمان، يا نهار ابيض دي هطلع منها ازاي، يا نهار ابيض دي حلها ايه، يا نهار ابيض دي طب انا هخلص بالمصيبه دي ازاي. بصي عليها كده وشوفي ربنا خلصك منها ازاي. بصي على اللي حواليكي، وتفكرون في خلق السماوات والارض. بصي على اللي حواليكي كده وشوفي كام واحده حواليكي كانت واقعه في مصيبه وحالها ما بيخلصش، وحالتها ما بتتحلش وما بتسعدش، وسعدت. وانتي تعرفي ان انتي ان شاء الله انتي اللي جايه، الدور عليكي انتي يا بنتي اللي بتشوفيني، الدور عليكي. يلا طالما وصل لك كلام زي ده، طالما وصل لك الصلاه على النبي، طالما وصل لك المفتاح، افضلي وما تيأسيش. طالما في ايدك المفتاح انت هيتفتح لك، الموضوع خلصان خلاص. تمام يا ماما، خلي عندك امل ويقين يا حبيبتي. يلا صلي على النبي، كملي، لا حول ولا قوه الا بالله. كملي ما توقفيش. انا شايفاكي واحنا على العهد مع بعض يا بنتي. انت هيتفتح لك في يوم من الايام، انت خلصانه من اللي انت فيه في يوم من الايام، انت طالعه من الاكتئاب في يوم من الايام خلاص. فانت سرعي بالموضوع، ما تخليوش عجلي بيه، انت اللي هتعجلي بيه ان شاء الله. وادعي يا رب اللهم الهمني رشدي واهدنا الصراط المستقيم في كل صلاه. اهدنا الصراط المستقيم عشان قولي يا رب وانت في بالك وانت تقولي اهدنا الصراط المستقيم، اني تطلعي من اللي انت فيه ده دنيا واخره. مش اهدنا الصراط المستقيم يعني بس للطريق للاخره، لا، ان يا رب احل العلاقه دي ازاي، واحل المشكله دي ازاي، ودي حلها ايه في الدنيا برضه يا بنت الناس يا حبيبتي. والله كملي، انا مستبشره خير، ابشرك قسما بالله. طالما معاكي المفتاح فانت مفتوح لك الباب مفتوح، هيتفتح. يلا كملي، ابشرك قسما بالله، ابشرك.